رونالدو سيعود إلى يوفنتوس من أجل كأس العالم أو قد يفجرها وينتقل إلى الوداد المغربي. ماذا؟ نعم، هذا ما سيحدث في الأيام المقبلة. باقي من الزمن على كأس العالم، البطولة الأقوى في العالم هذا العام، أقل من 20 يوم. فمن الفريق الذي سيبتسم له الحظ ويحمل اسم كريستيانو رونالدو، الاسم الأشهر في العالم على الإطلاق، في كأس العالم؟ أولا الهلال السعودي، ولكن هذا طريق مغلقا تماما، وهذا لأن كريستيانو رونالدو صرح بأنه لن يلعب في السعودية إلا للنصر السعودي. ثانيا باريس سان جيرمان الفرنسي، وهذا أيضا من سابع المستحيلات أن يحدث، لأنه سبق وأن صرح كريستيانو رونالدو بأن الدوري الفرنسي هو الأضعف من بين الدوريات الأوروبية، ولهذا يعتبرون باريس فريقا قوي. ثالثا ريال مدريد، بما أن رونالدو هو أسطورة الفريق ورحل عنهم دون وداع، فسيكون هذا أفضل تكريم له بعد كل هذا الوفاء، ويكون وداعا يليق به كأسطورة للنادي. رابعا يوفنتوس الإيطالي، وهذا هو الأقرب من بين الجميع. أكدت صحف عالمية أن رونالدو قد يعود إلى يوفنتوس في الأيام القليلة المقبلة من أجل كأس العالم، وهذا لأنه قد حدث تواصل بين وكيل اللاعب وإدارة النادي في الساعات القليلة الماضية. خامسا الوداد المغربي، هناك شائعات كثيرة تقول بأن رونالدو اقترب كثيرا من تمثيل الوداد في كأس العالم للأندية، لدرجة أن معظم وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب تقول أن إدارة الفريق نفسه قد رحبوا بالفكرة وتواجد اللاعب معهم في البطولة وسيعطونه كل ما يريد. ولكن كل هذا مجرد اجتهاد ليس أكثر. ماذا عن رأيك أنت؟ أخبرنا في التعليقات. إن كان بيدك أن تختار نادي يلعب به كريستيانو رونالدو في كأس العالم، من ستختار؟ وإلى اللقاء.